السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. احنا النهاردة معانا زي ما انتوا شايفين معانا اكلة جامدة جدا. معانا النهاردة جمبري، وهنعمل كمان جنبه سمك مقلي بلطي، ورز وسلطة الطحينة. زي ما انتوا شايفين كده. جمبري نزلت جبته ان شاء الله يعني. آه الاكل دوت آه لما بيتعمل انا ولادي بيحبوه جدا. فانا عايزه اقول لكم ان ال السمك على الاقل خالص يتعمل مره واحده في الاسبوع، مرتين. لو تقدري تعمليها مرتين تعمليها، لان السمك مفيد جدا جدا للاطفال. وكمان مفيد يعني للذاكرة بتاعتهم. فدلوقتي زي ما انتم شايفين كده، انا الجمبري طبعا بننضف الخيط الرملي، وكمان بننضف الشراشيب بتاعته، الرجول بتاعته، وبالمقص كده بقصها. تمام. طيب احنا بنشيل الخيط الرملي ده ازاي؟ خلة الخلة الخشب اللي كلنا عارفينها، اللي هي بتاعت الشيش طاووق. تمام. دي بتجيبيها وبطرفها كده اللي هو الرفيع، وبتشدي الخيط الرملي بيتشد معاكي بكل سهولة. تمام. طيب لو انت ما عندكيش الخلة، اي حاجة بقى، سكينة زي ما انا عاملة كده، شوكة، مثلا اي حاجة لها سن رفيع. تمام. اهم حاجة تشيلي الخيط الرملي، لان الخيط الرملي لو انت سبتيه هيعمل هو اسمه خيط رملي، يعني رمل. على كأنك بتاكلي رمل، مش على كأنك بتاكلي جمبري. يعني هيبوظ الاكل بكل صراحة كده، الاكل هيبوظ. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، انا بصوا بشدها بتطلع معايا بكل سهولة على حرف الطبق كده، وبروح حطاها. تمام. طيب ال الطبق التاني ده فيه ايه؟ الطبق التاني دوت انا حاطه فيه شويه ميه، معاهم شويه خل، ومعاهم كمان شويه ملح. تمام. انتوا بقى زي ما انتوا شايفين كده، انا ابتديت طلعت الخيط الرملي كله، وابتديت اجيب الجمبري بالمقص كده. وابدا ان انا زي ما انتوا شايفين كده اشيل الرجلين، الشنبات بتاعته الطويله دي. تمام. اظبطه كده وايه، يعني وهندمه كده عشان ما يبقاش شكله كده مش حلو. تمام. تعرفي حتى تحطيه في صينيه، او في حله، تعرفي بقى تسويه. سهل جدا جدا وما فيهوش اي اختراعات. وهنعمله النهارده كمان بطريقه سهله جدا جدا جدا. تمام. طريقه سهله طعمها حلو قوي، وكمان مفيده جدا. لا حتى يعني لو انت هتعملي الجمبري ده ومش هتعملي جنبه سمك، وهتعمليه جنب رز وسلطه وطحينه، هيمشي. اهو زي ما انتوا شايفين كده، كل ده انا بحب اشيله الصراحه. طيب هو الجمبري ده ما بيتعملش الا بالطريقه دي، ايه اللي احنا هنوريها لكم؟ لا، في بيتعمل بكذا طريقه طبعا. بس يعني بيتعمل مقلي، بيتعمل مشوي، بس الصراحه انا بحب الطريقه دي، وولادي كمان بيحبوها. هبصوا، بصوا قد ايه ان انا الحاجات اللي انا بشيلها على كأنك واقفه كده تنضفي سمك. بياخد وقت الصراحه برضو. بصوا بقى، دي انا لقيتها ما كانتش متشال منها الخيط الرملي، فابتديت ان انا اشيله. اهو زي ما انتوا شايفين. انتي تقدري برضو تجيبيه قبلها بيوم وتنضفيه. تمام. كده احنا خلصنا الجمبري. ندخل بقى على السمك بتاعنا. انا كنت جايبه سمك بلطي.
السمك البلطي اللي معايا ده. آه، انا هنا بقى معايا زي ما انتوا شايفين السمك البلطي. انا بجيبه من عند الراجل، بجيبه متنضف جاهز. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بخليه يقطع لي السمكة 2. بقول له نضفها، اقطع السمكة 2 تنظيف قلي سنجاري، اسمها كده تنظيف قلي سنجاري. بيكحتها من ورا، وكمان بيقسمها. وببدأ ان انا بس ايه بغسلها واحشيها، وبحطها طبعا في مية وخل وملح، واعمل لها الخلطة واحشيها واتبلها فقط لا غير. طبعا ده بيوفر عليا كتير جدا، وكمان بيبقى حلو الصراحة. لان يعني انا جربت ان انا اعملها في البيت، اقسمه في البيت وانضفه وكده، وبعد كده احدقه. طبعا خد مني وقت كبير جدا، وكمان هو كمان الادوات اللي بيشتغل بيها حامية جدا، بتبقى كويسة يعني. تمام. زي ما انتوا شايفين كده عملت التتبيله وقعدت كده، وحطيت السمك قدامي في المصفى، وابتديت ان انا اتبله. طيب التتبيله دي عباره عن ايه؟ التتبيله دي عباره عن قرنين فلفل حامي، وقرن فلفل رومي، والبهارات بقى بكترها. يعني اللي هي البهارات اللي هي الجافه بكترها الصراحه اكتر من الخضار يعني اللي بحطه. بيدي طعم حلو جدا. ودي طريقة المحلات. بنحط ملح، بنحط كمون، نحط شطة، نحط بابريكا، بحط كركم، كاري، بحط كاري. وكمان لو عندي توم بودر بحط، وكمان بحط توم صحيح. وكل ده صراحة بيديني تتبيلة هايلة. زي ما انتوا شايفين كده، انا نزلت الجمبري في الصينيه ديت، ومعاها عصره الليمون، وكمان نزلت عليه بفلفل متقطع، و بصل متقطع وطماطم متقطعه. زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى الريحه كانت فظيعه، كان جميل جدا 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 ريحته، وكمان لما خلص كان تحفه. تمام. زي ما انتم شايفين كده حلو قوي قوي. تمام. هبدا بقى ان انا ايه ببدا اقلب فيه، وقبليها طبعا بكون حاطه شويه زيت، وبعد كده انزل بيه. يا تحطي شويه زيت، يا اما تحطي حته زبده صفراء، بيديها طعم حلو قوي. هنا بقى زي ما انتم شايفين بقى، بصوا فظيع. زودته طبعا ميه، وبعد كده زي ما انتم شايفين لونه كده اتغير، وسبته بقى مع نفسه. وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين بقى شكله فظيع قوي. بصوا جميل ما شاء الله، وريحته حلوه قوي. والصوص اللي نازل منه ده بقى على الرز ما اقولكوش. وهنا معانا بقى على العين التانية الزيت، عشان نبدأ بقى بتحمير السمك. وهنا معانا السمك بقى ايه بعد ما تبلته احطه بقى بصوا بالدقيق كده، اغطيه كله بالدقيق. هنا بقى ابتديت احمر السمك زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله ريحته كانت جميلة جدا. بصوا بقى الزيت كتير جدا. بحب كده يعني الزيت يبقى كتير على السمك عشان يطلع مقرمش ومقلي. وبصوا هوريهولكوا بقى يبقى لونه تحفة 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 ان شاء الله. جربوه بطريقتي دي يعجبكم جدا. بصوا شكله عامل ازاي. شكله روعة روعة روعة، وناشف ومقرمش وطعمه جميل. وما بيبقاش اللي بيبقى المقفول ده، بحس ان هو شارب زيت. يا بنات جربوا الطريقة دي في القلي السمك، هتعجبكم جدا جدا جدا. بصوا بقى الجمبري بتاعنا بقى بعد ما خرج، وادي الرز الصيادية. بصوا بقى الاكلة دي جامدة جامدة جدا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وطريقتي في الجمبري وطريقتي في السمك المقلي. وكده يكون نهاية الفيديو بتاعنا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسونيش في اللايك